صديقي الماضي، لو سألتك عن سر الخلود هتقول لي ايه؟ ممكن تقول لي الأهرامات، ممكن تقول لي سر تحنيط الفراعنة، أو ممكن تقول لي جينات معينة. ولكن أنا هقول لك إجابة تانية خالص، إجابة في الجزيرة في القاهرة لونها أحمر، دايما بتكسب في البلاس 90. سر الجينات الحمراء. سنة 1907، يعني أكتر من 119 سنة، قرر عمر بيك لطفي إنشاء نادي لطلبة المدارس تواجه من خلاله الاحتلال. النادي ده ما كانش مجرد ملعب كورة، ده كان فكرة. والعلماء بيقولوا إن الأفكار لا تموت، بس اللي حير علماء الاجتماع والرياضة مع بعض إن إزاي نادي يتحول لماكينة بطولات ما بتعطلش. يعني في علم الإدارة بيقولك إن أي مؤسسة بتمر بمرحلة صعود وقمة وهبوط، الدورة الطبيعية لأي منتج. ولكن النادي الأهلي المؤسسة بتمر بمرحلة صعود، قمة، بطولات، قمة، فيزهق شوية فيخسر بطولة، فالدنيا تقوم وما تقعدش، فبعد كده يرجع ويكتسح الأخضر واليابس. سيكولوجية الريمونتادا أو الدقيقة 90. بص معايا كده على الشاشة دي. في علم النفس في حاجة اسمها البانيك مود أو حالة الذعر. كل ما الوقت يقرب يخلص الإنسان الطبيعي بيفقد تركيزه وضربات قلبه بتزيد وبيبتدي ياخد قرارات عشوائية. ولكن عند لعيبة النادي الأهلي وجماهيره الوضع مختلف تماما. دقيقة 90 هي بداية الماتش الحقيقي. الضغط النفسي بيتحول لطاقة ميكانيكية بتحول الكورة في شباك الخصم. اسأل صديقنا الصفاقسي التونسي 2006 أو نهضة بركان أو أي فرقة جربت معانا القضية. ممكن للمعلول كورة لعلي 86 دقيقة، الاكسترا تايم قريب، ولكن احذروا الكاو، ترجع الكورة بالراس، القاضية ممكن، شاط الكورة وجول، القاضية ممكن، سجلها ولد معلول، سجلها علي معلول، ملك الحلول. وي يا علي وي. السر هنا مش سحر يا عزيزي، السر هنا هو الثقافة المؤسسية. الناشئ في الأهلي بيكبر وهو سامع جملة واحدة: المركز الثاني زي المركز الأخير. تخيل كمية الضغط والمسؤولية اللي بتتشكل في وعي طفل عنده 9 سنين. الجينات هنا مش بيولوجية يا صديقي، الجينات هنا سلوكية ونفسية بتتنقل من جيل لجيل. اقتصاد البطولات. خليني أسألك سؤال أعمق في الكورة، هي الكورة إيه غير فلوس واستقرار؟ تعال نبص على